مين فينا في مجتمعنا ده ما سمعش ان اكل البيض والسمك ممنوع وانت بردان او عندك زكام، او انك ما ينفعش تشرب لبن وحرارتك عالية؟ طب ما تيجي نحلل الكلام ده بناء على ابحاث علمية ونشوف ايه الصح وايه غلط في المعلومات المنتشرة بينا دي، وهتلاقوا لينكات لكل المقالات والابحاث اللي هتكلم عنها بشكل عام في وصف الفيديو تحت. معاك سيف احمد، طالب في الرابعة طب اسكندرية، وخلينا نبدا الاول بتوضيح سريع كده ايه هو اصلا البرد او الزكام. البرد هو نوع من الأمراض الناتجة عن الفيروسات، بتصيب الجزء العلوي من جهازنا التنفسي وبتسببها عائلات كتير من الفيروسات، وأشهرها الراينو فيروس، واللي هو نفسه ليه سب تايبس كتير أو أنواع مشتقة منه كتير. وده اللي بيخلي من الصعب جدا إن يكون ليه لقاح فعال ضده، وبيتنقل بشكل أساسي عن طريق لمس سطح موجود عليه الفيروس، وبعد كده تلمس بقك أو مناخيرك أو ودنك. والأعراض اللي بتحصل منه معظمها بتكون ناتجة عن جهازك المناعي، زي مثلا إن حرارة جسمك تزيد عشان تقلل من تضاعف الفيروس، أو إن يحصل رشح للأنف عشان تحبس أكبر قدر من الفيروسات في مناخيرك، ما تدخلش فيروسات جديدة وتطلع بعد كده. خلينا بقى ندخل في موضوع الفيديو ونبدأ بالبيض. في الحقيقة البيض هو من الأكلات المغذية جدا، يكفي إن أقولك إن البيضة الكبيرة المسلوقة الواحدة فيها حوالي 72 سعرة حرارية و6 جرام بروتين، والبروتين اللي فيها ده بيحتوي على التسع أحماض أمينية الأساسية اللي الجسم ما يقدرش يكونها بنفسه، أو الاسينشال أمينو أسيدز. ده غير طبعا الفوسفور، الفيتامينات والسيلينيوم اللي البيض غني بيهم. ده غير طبعا الكوليسترول النافع أو ال HDL، وغير إن هو رخيص أو كان رخيص بقى. ثواني كده. ده غير إنه لسه رخيص ب5 جنيه بس، تم الإرسال من جهاز سامسونج. طب هل ليه أي تأثير في إظهار أعراض البرد؟ في الحقيقة لأ، بل بالعكس. كل المواقع الكبيرة زي هارفارد للصحة العامة وماي كلينيك بيأكدوا على أهمية أكل البروتين أثناء البرد. ده غير إن في بعض المواقع دي بيتم ذكر البيض بالاسم، يعني دي خرافة ملهاش أي أساس في أبحاث علمية، وبالعكس البيض هيفيدك وقت البرد. لا يا عم، ده في لقاحات بيسألك قبل ما تاخدها عن البيض. تقول إيه يا عم؟ في الحقيقة في لقاحات فعلا بيسألك قبلها عن البيض، بس مش أكل البيض، بيسألك هل عندك حساسية من البيض ولا لأ، زي الحمى الصفراء اللي لقاحه بيدخل في تكوينه البيض. خلينا قبل ما نقفل البيض نسأل سؤال مهم: هل في حالة أصلا ممنوع فيها فعلا أكل البيض؟ في الحقيقة وعليها اختلاف بين العلماء، وهي المعرضين لأمراض القلب وخايفين من زيادة الكوليسترول. في أبحاث بتقولك عادي، لحد بيضتين في اليوم مفهومش مشكلة، بيبقى تأثيرهم على الكوليسترول الكويس أو ال HDL أحسن من تأثيرهم على الكوليسترول الشرير أو ال LDL. وبعد مواقع كبيرة زي ويب ميد ومؤسسة القلب بنيوزيلندا بتقولك خلي بالك آخرك 6 بيضات بس في الأسبوع، طبعا المعرضين لأخطار أمراض القلب بشكل كبير. وفي بحث اتعمل على البالغين الإيطاليين بيقولك إن حتى 4 بيضات في الأسبوع خطر. وهسيب لكم تحت المصادر بشكل عام كل الابحاث دي لو حد حابب يدي. كده المرضى المعرضين اصلا لزياده الكوليسترول بشكل كبير وممكن تاثر عليهم بالسلب، زي مرضى السكر، الكبار في السن، السمنه، ومرضى الكلى، يخلي بالك. ندخل على السمك بقى، وعلى الرغم اني بصراحه كده ما بحبش غير نعيم فيه، بس ماشي، هو مصدر غني باوميجا 3 وغني بالبروتين. يكفي ان اقول لك ان ال 100 جرام من سمك البلطي فيه 26 جرام بروتين و129 سعره حراريه. وبالنسبه للسمك في البرد فزيه زي البيض، هو مصدر غني بالبروتين وبيتوصى عليه بالاسم. ده غير طبعا ان اوميجا 3 اللي هو غني بيها بيشتغل كمضاد للالتهابات، فتخفف شويه من اعراض البرد. وتفاصيل شغل اوميجا 3 كمضاد للالتهابات موجوده برضه في الوصف تحت. كفايه سمك وتخصيص كده، وندخل على اخر حاجه كبيره معانا النهارده، وهي اللبن وشربه لما حرارتك تعلى. هتلاقي مواقع كتير بتنصح بشربه بص البروتينات، ومواقع تانية بتقول لك لا. طب مين الصح؟ في الحقيقه اللبن ومنتجاته هم فيهم سبب الخلاف. خلينا نقول ان كوبايه اللبن ال 200 مللي هي غنيه بالكالسيوم ومعادن تانية كتير، ده غير ان فيها 7 جرام بروتين و87 سعره حراريه في كوبايه لبن 200 مللي. ده غير طبعا سبب الخلاف الاساسي وهو سكر اللاكتوز. سكر اللاكتوز الموجود في اللبن هو نوع من السكريات اللي بيكون عندنا واحنا صغيرين الانزيم القادر على تكسيره عشان بعد كده نمتصه من جهازنا الهضمي، والانزيم ده هو اسمه اللاكتيز. ولكن لما بنكبر في السن بعد كده بيبدأ يتوقف انتاج الانزيم ده خالص، فما بيتكسرش، فما بيتمش امتصاصه، واي حاجه مش بتمتص ايه اللي بيحصل لها بالظبط؟
بتعمل اسهال واعراض تانية في البطن، زي انك تحس ان بطنك منفوخه على سبيل المثال. ولكن في ابحاث بتقولك ان شرب اللاكتوز وانت كبير بتحسن من نمو بكتيريا في القولون عندك، بتساعد في تكسير اللاكتوز. والبكتيريا دي هي من العوامل اللي بتخلي في اختلاف بيننا كلنا في الاعراض اللي بتجيلنا لما بنشرب اللبن او اصلا ما بتجيش. الحاجه التانية اللي اتقالت عن اللبن وهي انه بيزود من انتاج البلغم، ولكن الابحاث الجديده بتقول ان لا، ده مجرد احساس بيحصل لما بتشرب اللبن وبيمتزج مع اللحم، وبالتالي فاللبن مفيد جدا. ولكن خلي بالك ان وانت تعبان وانت بردان بتحتاج كل ملي في السوائل في جسمك. فلو اللبن بيعملك اسهال او بيعملك اي اعراض في جهازك الهضمي، يفضل ان انت ما تشربوش فعلا لما حرارتك تزيد او تبقى تعبان بشكل عام. وكده باختصار، لما تبقى بردان كويس انك تاكل بروتينات زي البيض والسمك، وسلام بقى على شوربه الفراخ السخنه. واما اللبن فخلي بالك من الاعراض اللي هو بيعملها، لو بيسبب لك اسهال بيعمل لك اعراض في جهازك الهضمي قويه، فابعد عنه احسن اوقات التعب. والاكل كمان اللي فيه فيتامين سي او اي فيتامينات كويسه عشان المناعه هتبقى كويسه في وقت البرد، ولكن خلي بالك من الحموضه عشان انت زورك اصلا بيكون ملتهب وقت البرد. وفي النهايه لازم ادي تحيه لايسيز مؤتمر تستميز، وبالاخص من عيسى عشان اتكلموا عن الخرافه دي باختصار في المؤتمر. ولو حبيت الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير عشان تساعد القناه، ويا سلام لو عملت سبسكرايب عشان تتابع كل جديد. ونورت.